خلينا نروح بسرعه كده، عندي شويه اخبار بس هنأجلها. خليني في طبعا موضوع غموض صفقه زيكا مع الاسماعيلي. يمكن محمد زيكا لاعب مهم جدا في نادي المقاولين. سمعنا ان او قرينا ان استاذ ابو السعود عميد ابو السعود رئيس نادي الاسماعيلي مضى، وطلع صور هو وزيكا بتصوروا ان هو مضى، وبعدين طلع نادي المقاولين قال لا انا ما مضيتش، يعني مش موافقين على هذا وما حصلش. اللعيب لغايه دلوقتي ما سمعتوش بشكل نهائي ايه اخر اخباره. خلينا ناخد على التليفون محمد زيكا معانا على التليفون. مساء الخير يا زيكا. مساء النور يا كابتن مدحت. كابتن حازم. ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. تمام. طيب فهمنا بس، ان انا سمعت وقريت كذا تصريح ان انت مضيت، وبعدين تصريحات اخرى ان انت ما مضيتش، فقول لنا ايه اخر اخبار والمستجدات بالنسبه لتوقيعك للنادي الاسماعيلي. انا يا كابتن بصراحه انا قعدت مع الكابتن العميد محمد ابو السعود واتفقنا يعني بشكل مبدئي. اتفقتوا بشكل مبدئي لكن ما مضيتش حاجه؟ لا ما مضيتش على حاجه، وكان في يعني ناس كتير كانت عايزاني اقعد مع واسمع كلامه. يعني كان الكلام ده المفروض بقاله فتره بس يعني اتاخر. وقعدت معاه واتفقنا بشكل مبدئي، بس يعني ما مضيتش في حته ولا الاسماعيلي ولا غير الاسماعيلي. ما التصريحات طلعت ان انت خلاص في النادي الاسماعيلي ل3 مواسم والكلام ده كله، انت ما لا هو بس عشان كان يعني حصلت بس المفاوضات بشكل جاده، واللي هم بعتوا على كلام العميد ابو السعود اللي هم وصلوا لاتفاق يعني نهائي مع النادي وطريقه السداد ويعني طيب هم بيتكلموا عن المبدأ ده. اما موضوع النادي ده لسه يعني انا رئيس النادي باشمهندس شريف حبيب يعني مش في مصر ومستنين يرجع، ويعني هو يبقى يعني انت كمحمد عايز تروح الاسماعيلي، ما عندكش مشكله مع الاسماعيلي؟ يعني ممكن تروح الاسماعيلي؟ لا ما فيش مشكله مع ان انا اروح الاسماعيلي طبعا. طيب انا كان عندي معلومات ان انت برضو زملكاوي وعايز تروح الزمالك، وكان الاستاذ عمرو الجنايني بيقعد معاك ويتفاوض معاك. الموضوع ده وصل لغايه فين يا محمد؟ انا كنت بكلم عمرو من امبارح وقال لي ان انت وصلت لمرحله متقدمه جدا مع عمرو. هو دلوقتي كابتن حازم يعني انا برضه كان في كلام من فتره كبيره على نادي الزمالك، ويعني نادي الزمالك بقاله كتير قوي موضوع الكلام معاه. ويعني ومن فتره استاذ عمرو كلمني وبرضه كان مكلمني واتفقنا. وايه المشكله دلوقتي يا كابتن حازم؟ مش معايا انا قد ما هي مع النادي. يعني الموضوع دلوقتي في ايدي النادي. انا يعني انت ما عندكش مانع تروح الاسماعيلي او تروح الزمالك، المهم ان النادي اللي يخلص هو اللي انت تروح له يعني. يعني النادي هو اللي هيخلص، وهفكر برضه اللي هو يعني فرص. طب افرض الزمالك والاسماعيلي اتفقوا مع النادي، وده اعتقد ده اللي هيحصل يعني. اعتقد يعني اللي هو هيبقى ساعتها هفكر في المكان اللي انا هروح العب فيه وهظهر فيه بصفه اساسيه. انا لسه صغير فمش هبص لها مثلا كناحيه ماديه قد ما انا هبص لها اللي انا المكان المناسب ليا فين. ده اللي هو فين بقى؟ واللي انا هظهر فيه. ده اللي هو فين يا محمد بالنسبه من وجهه نظرك؟ اللي هو فين؟ مزنوقه كان على الهوا شويه. مع اني بحبك والله يا كابتن. طب خلاص بلاش ربنا يسهلك ان شاء الله. والاحسن نصلي كده استخاره. انت لعيب مهم ولعيب قوي، لكن اعتقد ان جمهور الزمالك عايزك بشكل قوي جدا، جمهور الاسماعيلي عايزك بشكل قوي جدا. انت شوف فعلا انت فين المكان اللي تقدر تلعب فيه وتظهر فيه بشكل جيد جدا. اعتقد ناديين هتظهر فيهم بشكل جيد لان الاثنين بيلعبوا كوره قريبه من كورتك يعني. شبه بعض في حاجات كتير يا كابتن. بس انا بسمع انت زملكاوي من زمان يا محمد، الكلام ده صح ولا غلط؟ حضرتك مثل الاعلى كمان. ربنا يخليك يا حبيبي. 14 تاخد 14 بس احمد عيد خدها. ان شاء الله اروح هو هلبس 14. احمد عيد بقى معلش استاذن منه. المهم الكابتن. طب يا حبيبي انا بشكرك شكرا جزيلا. زيكا نجم نادي المقاولين، والفتره القادمه يعني هيبان هيروح له، لكن كنا عايزين نوضح للناس اذا كان مضى ولا لا، لان فعلا الموضوع الفتره اللي فاتت اليومين اللي فاتوا كان كلام كتير على محمد زيكا انه انتقل خلاص الى نادي الاسماعيلي. وزي ما قلت لكم انا كلمنا يعني استاذ عمرو الجنايني من عن نادي الزمالك بيتكلم معاه، وكنت بتكلم معاه امبارح وقال لي لا الكلام ده مش مظبوط وان لسه ما خلصوش. ونادي الزمالك برضه داخل في الموضوع بشكل قوي جدا، لكن هي بس في الفلوس لنادي المقاولين العرب. لعيب مهم ولعيب ان شاء الله يكون اضافه قويه لاي نادي من الناديين
ان كان جمهور الزمالك واضح ان جمهور الزمالك بيحبه بشكل قوي، على يعني كل المواقع بتتكلم على زيكا بشكل جيد جدا. نادي الاسماعيلي نفس الكلام، وزي ما هو قال الفرقتين بيلعبوا شبه بعض وكره واحده، وهو يجيد مع الفرقتين ان شاء الله باذن الله.